بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة في الدوري العام المصري لكرة القدم أقيمت 3 مباريات في افتتاح الأسبوع ال 12 للدوري المصري. فاركو فاز على سيراميكا كليوباترا 2-1، وغزل المحلة فاز على مودرن سبورت 2-1، والأهلي فاز على بتروجيت 2-1. كلمة السر النهاردة كانت 2-1 في النتيجة. فاركو وغزل المحلة والأهلي فازوا 2-1 على سيراميكا ومودرن وبتروجيت. لو جينا نتكلم عن مباراة الأهلي وبتروجيت هنقول إن تشكيل النادي الأهلي كان بيتكون من شناوي في حراسة المرمى، خط الظهر محمد هاني، رامي ربيعة، مصطفى العش، كريم الدبيس، خط النص مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، خط الهجوم حسين الشحات، قفشة، والمهاجم الصحيح جراد ياشار. النهارده المدرب غير في الطريقة شوية بقى. احنا متعودين على 4-3-3، لا هو لعب ب4، لعب ب3 في خط الظهر، 4 في خط النص، جناحين طايرين، و3 مهاجمين، راس مثلث جراد ياشار وحسين الشحات وقفشة تحتيه، او امام عاشور وقفشه تحت المهاجم الصريح جراد ياشار. ف الاهلي بدأ كاسح، بهجوم كاسح. اول مره المدرب يثبت التشكيل في مباراتين ورا بعض باستثناء حارس المرمى محمد الشناوي، هو التغيير الوحيد اللي طرأ على تشكيلة الفريق بدل من مصطفى شوبير، لكن نفس التشكيل بتاع الماتش اللي فات. الأهلي بدأ المباراة بهجوم كاسح، ما احتاجش غير 15 دقيقة عشان يحرز الهدف الأول. افتتاح التسجيل كان من إمام عاشور في الدقيقة 15. إمام الساطور بعد سلسلة تمريرات تنتهي من مصطفى العش إلى إمام عاشور الذي سجل على يسار حارس المرمى الهدف الأول، وده الهدف رقم 7 لإمام عاشور الذي أصبح به هداف الدوري العام. فالأسيست جاله منين؟ من مصطفى العش، الصفقة الجديدة اللي بيلعب سيرد باك، أو النهاردة كان بيلعب واحد من ال3 بتوع خط الدفاع. فالأهلي زي ما بيقولوا يعني هجم من بداية الماتش هجوم شديد لدرجة إن بتروجيت كان تايه، وجاب الجون في الدقيقة 15 زي ما قلنا. والشوط الأولاني بالشكل ده، وأكتر فرص ضاعت من لعيبة النادي الأهلي في هذا الشوط، انفرادات تقول، أنانية تقول من إمام عاشور، كتر الترقيص سبب في ضياع الأجوان. يعني قفشة ضيع، إمام عاشور أكتر واحد ضيع، لكن يعني آه، كان بيزودها حبتين، لكنه في الاخر كان رجل المباراة، فيمكن دي تشفع له شوية. لكن امام عاشور يعني كان هو النجم الاكثر ظهورا في الشوط الاولاني. الشوط الثاني نفس المنوال، لكن بتروجيت في اول الشوط الثاني نزل، فاق وحس ان المباراة في المتناول ويقدر يعمل حاجة، فنزل بهجوم شديد جدا في اول 15 دقايق على مرمى محمد الشناوي الذي استطاع أن ينقذ مرماه من أكثر من كرة خطيرة من هجوم نادي بتروجيت. التغييرات اللي حصلت بقى وقعت الأهلي شوية في الشوط الثاني. في الدقيقة 60 حصلت تبديلات، كريم نيدفيد بدل من عمرو السولية، محمد عبد الله بدل من حسين الشحات،
ففي الدقيقة 66 اسيست جميل جدا من محمد عبد الله، بعد ما عافر بلغة الكورة وقاوح وصمم. كرة اتقطعت منه وصمم ان هو يرجعها وياخدها ويشق من تقريبا من نص الملعب لغاية خط المرمى بتاع بتروجيت، وبص وهو بيجري، بص لجراديا شار وظبط معاه بالنظر ولعب له الكرة عرضية. جراديا شار ما لقاش صعوبة في انه يودعها المرمى بتاع بتروجيت. بقت النتيجة 2-0. اسيست جميل من محمد عبد الله كان سبب في الهدف الثالث لجراد ياشار، اللي هو يعتبر ده الهدف. احنا قلنا اسيست من محمد عبد الله سبب في الهدف الثاني لجراد ياشار في المباراة. وجراد ياشار كده جاب 3 اجوان من ساعة ما بدأ مع الاهلي. ده تالت ماتش لجراد ياشار، جاب 3 اجوان وعمل 2 اسيست. يعني مساهماته 5 مساهمات في ال3 ماتشات، 3 اهداف و2 اسيست. هدفه رقم 3 من 3 لقاءات. في الدقيقة 80 برضه حصل تبديلات. أحمد نبيل كوكا بدل من قفشة، أحمد رضا الصفقة الجديدة اللي جاء من بتروجيت بدلا من جراد ياشار. وكذلك حمزة عبد الكريم بدل من إمام عاشور. كده الأهلي رتمه هدأ واطمأنوا للنتيجة، وقال لك يعني خلاص النتيجة في جيبي، ال3 نقاط في جيبي. فايه اللي حصل؟ الدقيقة 90 بتروجيت بيستطيع أو استطاع أن يحرز الهدف الأول له لتصبح النتيجة 2-1. وانتهت النتيجة على كده 2-1 وفوز الأهلي بنقاط المباراة. وبالمناسبة رجل المباراة هو إمام عاشور للمرة الرابعة في 10 مواسم. رجل المباراة إمام عاشور المرة الرابعة في 10 مباريات في الدوري. وكذلك معلوم برضو ان الاهلي 8 مرات من 12 اسبوع ياخد رجل المباراة لاعب من فريق النادي الاهلي. 8 مرات الاهلي يفوز لاعب من عنده برجل المباراة، وامام عاشور دي المرة الرابعة اللي فاز بيها برجل المباراة حتى الاسبوع ال12. امام عاشور عمل لفتة حلوة انه اهدى جائزة رجل المباراة الى مصطفى العش، لان مصطفى العش في الدفاع كان ممتاز وامام عاشور في الهجوم كان ممتاز. وانتهت النتيجة بفوز الاهلي 2-1 ووصول الاهلي للنقطة 26 وتصدره جدول الدوري حتى الان، مع وبيراميدز ليه ماتش اقل من الاهلي. طيب لو اتكلمنا عن نظرة سريعة كده على جدول الدوري، الأهلي عنده 26 نقطة من 12 مباراة، بيراميدز عنده 24 نقطة من 11 مباراة، الزمالك عنده 20 نقطة من 11 مباراة، المصري عنده 19 نقطة من 11 مباراة، سيراميكا عنده 18 نقطة من 12 مباراة، فاركو عنده 18 نقطة من 12 مباراة، بتروجيت عنده 17 نقطة من 12 مباراة، البنك الأهلي عنده 17 نقطة من 11 مباراة، حرس الحدود عنده 15 نقطة من 11 مباراة. يعني ترتيب ال9 الكبار: الأهلي، بيراميدز، الزمالك، المصري، سيراميكا كليوباترا، فاركو، بتروجيت، البنك الأهلي، حرس الحدود. بكرة إن شاء الله في استكمال اليوم الثاني للأسبوع ال12 من الدوري العام لكرة القدم. بالتوفيق إن شاء الله، ونشوفكم على خير في مباريات قادمة، ونقول السلام عليكم.